فهل النادي الاهلي يا كابتن عفت يا نصار كسب بالتوفيق وبالحظ، ام ان النادي الاهلي بامكانيات خاصه جدا للاعب عظيم في امكانياته اسمه امام عاشور صنع الفارق وخطف المباراه من سيراميكا كليوباترا؟ انا ما عنديش مانع ان الاهلي يكسب 10، بس يبقى في شيء من العداله. يعني تخيل لما لعيبه سيراميكا حاسه بالقهر طول المباراه، زي ما قلت لك في الاول كده منشط كده، محمد معروف يصعد بالاهلي الى المباراه النهائيه. تحس ان اللعيبه مش قادره تاخد حقها في الملعب. اي كوره مشتركه فاول الاهلي، اي كوره فيها شك لصالح الاهلي. حتى في كوره للاعب الافريقي مودست بتاع سيراميكا، لا لمودست، ده بتاع مودست دي اللي جنايه دي، ده جنايه. لا ده مودست بدأ يمثل هو كمان، ده عادي والله العظيم. تخيل الجثه ما هو ده كورس، ده كورس، لا ده كورس يعني بياخدوه يا عبد الله، ده يعني كورس بياخدوه بالاتفاق مع الناس اللي بقول لك على حاجه والله يا كابتن. الراجل كولر ده اول ما جه كان راجل محترم وبيقف على الخط هادي كده، الراجل يتعلم بدأ يشوح للحكام، والله زي ما يكونوا ما هو ده الطبيعي، بيتعلموا ده الطبيعي لما كل لعيبه الاهلي تشوح لاي حكم وما يقدرش يديها انذار. حاجه بقت صعبه، ما يقدرش، عارف يعني ايه ما يقدرش؟ زي ما اينو رد عليا قبل كده وقال لي الاهلي اقوى من اتحاد الكوره ومن لجنه الحكام، ما حدش يقدر يجي له انذار. يعني تخيل النهارده الحكم لعيبه سيراميكا جالها قهر، عارف يعني كل كوره يحاول الله يعني انا لو مكانهم كنت ممكن انفجر. يعني يا عمي ما تسيب الكوره تمشي عادي. وليه اتحاد الكوره يصمم ان التحكيم المصري يروح هناك؟ ما نداري بلاوينا شويه يا جماعه، نداري ونحاول نصلح من نفسنا شويه. ما عندناش تحكيم يا جماعه، والله العظيم ما عندنا تحكيم، ما في تحكيم فين خالص عندنا في مصر.